حلقة اليوم تحمل مشاريع مختلفة بكل جوانبها. اليوم احنا طالبين منكم $1,000,000. It's too much. جهزوا روحكم. في سؤال مهم ترى أبو يوسف. Where are you going? That's a secret. لا بنزيد النسبة. يعني معدلتنا على أدنى. يا ولد الموضوع ناد يلا. في الموسم الثالث من برنامج بيبان، أكثر من 40 مشارك بمختلف التخصصات مع منصة استثمار تضم مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب. على منصة المستثمرين في حلقة اليوم الدكتور خالد الطويل، مستثمر ملائكي في الشركات الناشئة وشريك مؤسس لشركة سيلكت فينتشرز. باسل العبد الكريم، عضو مؤسس لمنظمة رواد الأعمال السعودية ويرأس مجموعة نحن الطاقة. سهيل القصيبي، رئيس مجلس إدارة شركة تنمو وخبير في مجال الاستراتيجية والابتكار. سعادة السيد أيمن المؤيد، رئيس صندوق الأمل. وانت تقدر تكون واحد من مستثمري هذه الحلقة من خلال الاستثمار عبر منصة بيبان للتمويل الجماعي. مشروع وصل اليوم لفرصة ما شاء الله ما شاء الله. قد تفتح له فصل جديد من قصته اللي تمتد ل40 سنة. خلونا نتابع. السلام عليكم. السلام. معاكم عبد الرحمن أحمد من فريق أشارت من قسم الفاينانس. وماريا البعلي من قسم السيلز. اليوم احنا طالبين منكم $64,000 مقابل 20%. خلينا نقول لكم قصتنا اللي ترجع أكثر من 40 سنة مع شيرة البامبار. شنو تعني لكم الإشارة؟ بالنسبة لي الأشياء تعني لي العيلة، العطاء الحياة والرزق. احنا قصتنا تبتدي بشارة بامبار في حوش بيت جدتي. هذه الاشياء كانت تنبذ بوايد بامبار، فجدتي قررت ان هي تاخذ هاي البامبار وتطبخها وتسوي آشار بامبار. فخالتي قررت ان هي تاخذ هاي المهنة وهي بدأت تتوزع بين الجيران والعيلة. ليه ما قامت توزعه في ثواب جدتي الله يرحمها. Fast forward to 2022. بعد ما حصل الآشار الاستحسان من الجميع، حاولوا يقنعون أمي أنها تفتح لها بزنس. فخالتي قررت ان هي تفتح بزنس اسمه آشار ات. نحن حبينا ندمج بين الطابع البحريني التقليدي مع الطابع البحريني الحديث والمطور. احنا نفتخر ونقول ان البراند مالنا 100% بحريني من المنتج الى الطاقم. الحمد لله قدر هذا الطاقم البحريني انه يبيع اكثر من 1.5 طن من منتجاتنا من بداية 2023 في مختلف قنوات البيع، مثل السوشيال ميديا، مطار البحرين والمعارض مثل سوق المزارعين. فاحنا اليوم طالبين منكم $64,000 مقابل 20% علشان نبحث عن شريك استراتيجي يخلينا نتوسع بداية في الخليج وإن شاء الله للعالمية، وبعد علشان نضاعف عملية الإنتاج إلى أكثر من 6 أو 7 مرات في الشهر، والبرودكشن لاين يكون fully automated. We hope to keep this door open عشان هذه الأشياء تثمر أكثر حق جيلنا والأجيال الجاية. حياكم. حياك. الله يحييكم. تفضلوا. انتي والله تستاهل. بطلة. احلى سيلز. بقول لكم HR ولا آشار؟ والله الصراحة يقولون الاثنين، بس احنا نسميه آشار. احسنتي. كم عمرك؟ شوفي أنا 13. ما شاء الله عليك ما شاء الله. So all of this is أيادي بحرينية. It's Okay. all of it homemade and يعني خالي من المواد انا اتحفظ يبي لها تربيع الموضوع. يبي لها جوائز بس قاعده بالخمس. عشان خاطر الردية. ترى هذا البامبر الحين؟ لا هذه الصوص الدقوس. هذه صوص الدقوس. انتوا زي شنو اللي عندكم؟ شنو احلى شيء؟ احنا to انتوا be بالنسبة. honest everything is good ولكن اكثر شيء اللي ينباع هو المانجو، الرطب والباذنجان. رطب. إيه، في رطب. It's sweet and spicy، يعني يعطيكم النكهة اللي صدق يعني حلوة. فإذا أنتم ما تحبون السبايسي أحسن شيء حقكم هو الرطب. المشكلة مو بهذه، الحين المشكلة احنا شي قاعدنا. زين قولوا لنا شنو البرودكتس اللي عندكم؟ احنا عندنا الآشارات، عندنا الدقوس، وعندنا المربى الترني. انا بس مو مصدق عمرها 13. بس كلهم سبايسي هذولي اي مريم؟ نعم، بس يعني إذا أنت تبي شيء سويت الرطب أحسن شيء. ليش ما تبون سبايسي؟ لأن أحسن شيء هو أنت بلعت؟ السبايس. احسن شيء السبايس. زين ماريا قولي لي عن الفاوندرز. الفاوندرز. So my auntie خالتي أمينة is the founder. There are 4 members in this business. حمون
مارو ومريم وخالتي أمينة. حمود تموت. حمود اسمه عبد الرحمن بس حمود. زين والدتك هي اللي موزعه عليكم الاسهم؟ لا احنا في البدايه بدينا فقط كان 1541 دينار، وبعدين تقسيمه الاسهم طبعا نعطي الوالده ذا بيجر شير. زين وهي ماريا كم اسهمها؟ ماريا لها اسهم ان شاء الله. لها. انا بس عشان التوضيح عشان اكون معكم على الخط، البمبر هو المانجا ولا وش البمبر؟ البامبر سؤال وجيه. عشان اكون معكم على الخط بس. البامبر هو فاكهه بحريني. هذه يعني بالطعم بعرف. ايه هذه هي اللي خلتنا نبتدي اتشارت يعني. زين شلون يسوونه؟ That's a secret يعني. شنو يعني نقول لكم يعني؟ هاي ما بيصير أشهر سبيشل. تو ماتش. ماريا ليش ما اعطوك شير؟ ليش ما حطوا لك شير؟ المفروض انا الحين بطلع لك شيء. حاطين لي شيء. حاطين لك زين اوكي. زين وشلون تبيعون؟ عن طريق السوشيال ميديا اوكي. وعن طريق مطار البحرين. في مطار البحرين عندنا ابوث. اول خطوه كانت انه يعني نبتدي شيء غير السوشيال ميديا. تملكونه هذا ولا احد يبيع؟ احنا ناجرها حق الشهر ونبيع منهم هناك. كم مبيعاتك بالمطار كم مبيعاتك بالاونلاين؟ 70% قاعدتي اكثر من المطار ذان السوشيال ميديا. ابو عبد الله ها ايش رايك؟ ايش رايك في الطعم اول شيء؟ لو والله البمبر ذا عجبك صراحه جميل يعني في له قاعده الموضوع. لا اي لاف ذا ستوري طبعا كلها which is typical يعني هوم بزنس. اي لاف ذا براندنج والنيم والتيم وكل شيء. where are you going؟ وين رايحين؟ احنا كانت في بالنا خطه ان شاء الله بعد كم من سنه بنبتدي نوزع على دول الخليج، الدول المجاوره. الحين وي ويل تارجت بنصير من بي تو سي تو بي تو بي، بنبتدي نوزع على السوبر ماركتس في البحرين، وبعدين بنبتدي نوزع بعد على مثلا الكيتررز، الفنادق. كم تبيعون؟ حاليا مال 2023 هو 17,000 دينار بحريني. انتم تبيعون بالجار ولا بالعلبه ولا احنا نبيع بالعلبه. إيه؟ عدد العلب مثلا في 2023 تقريبا يكون 4000 علبه. والماكسيمم كم اللي تقدرون تنتجون فيه في شهر واحد يعني؟ يمكن 800 غرشه. هذا الواحد بيده يسوي؟ ايه هذه كلها شغل يدوي يعني. هاي كله شغل بيد. ماريا مسكينه تتعب. تحتاج يد صغيره لان لا. ماريا انت تاخذين راتب ولا يعطوك راتب ولا لا؟ والله زين قل لي كم تكلفه العلبه وكم تبيعها؟ تكلفة العلبة الواحدة مثلا كأفرج دينار و200 فلس، وإحنا نبيعها على تقريبا 3 دينار. زين في سؤال مهم ترى ابو يوسف. اسال. يا اما لا اسال يا اما انت تسال. تفضل. تقييم. التقييم الحق يقال يعني ما شاء الله البزنس حلو، كونك جبتها هذه ويعني خليتنا نحبها واحس حركه خطيره كانت. هي احيانا البزنس قصه، فانتم قصتكم جميله جدا ونتمنى لكم التوفيق، ولكن انت دارس فاينانس. اي نعم. يعني التقييم اكثر من 10 اضعاف المبيعات، وانت ما انت تك بزنس، ما انت مايكرو بزنس، فالمبلغ ما هو مرتفع، ولكن لو تقارن بالمبيعات اللي عندك او الايرادات وكون نوع الشركه تو ماتش. يا ريت تشرح لنا التقييم من كيف وصلت له. التقييم احنا سويناه بالدي سي اف موديل. يعني عندك 2022 الجروث من 2022 ل 2023 تقريبا 50%. فانت تكون عندك سنه ونص فقط من المبيعات وبعدين تستخدمها كتنبؤات الى المستقبل، يعني اشعر انها غير واقعيه الى حد ما، خاصه نوع البزنس. انا اطالع الزر والزر يطالعني، فحاب اكبس الزر، بس التقييم لازم يعني نتصرف. انا صحيح تقول لك انه ما يشبه. يا ولد انا بعطيكم عرض. عجبتني انا بعطيكم عرض ما عليكم من كلامي، بس تمام لازم تردون علي مباشره، ما تاخذون عروض ثانيه. انا الان بعطيكم عرض. ياك الثاني بعطيكم الموضوع نات يلا. لا ما تاخذون من احد، اعطيكم عرض تجاوبوني. شوفوا خليكم معي، ما عليكم منه. نعطيكم 50,000 مقابل 20% بس بيني وبين ابو يوسف شراكه بيبان عشان يساعدونكم. 25 25 كلنا ندخل لازم ترد لي الان. تقبلون ولا ما تقبلون؟ كلنا ما ندخل مع بعض. لا ما في. لا ما ابغى احد معي. موزع بيننا. لا دكتور خليك. انا بسحب. خليك. انا عرضي الوحيد هذا. انا وياك عرضي الوحيد. انا ابو يوسف 50,000 تبغون ولا لا؟ قبل ما اسحب. وهم يقولون ان شاء الله. يلا بس اسحب. كم قال لكم 50؟ اي
55,000 55 أنا وسهيل 55,000 ال20 وندخل معنا ابو يوسف إذا ندخل يبغى. بعد هم انا Optional. معكم جايز. والله انتم إيش كذا يا رأيكم؟ ابو عبد الله تحبون السوق أنت علينا. اللي بديت وأنت تتحمل. ورينا شطارتك انت اللي بديت ها؟ ورينا شطارتك. لا بعطيكم عرض احسن منه. يلا قول. بعطيكم 60,000. انتم طلبتوا 60 قريبه لها. 50 انا وابو يوسف. يلا توكل على الله. شوف ترى كان يقول لك اول التقييم وعالي والحين اقنع ابو عبد الله ب 55. اقول توكل على الله بس قبل ما نسحب. توكل على الله. ان شاء الله، بس تعطيني ثواني اناغش الفريق. يلا اسال. توكل على الله. اوكي جو. ما ادري ان الرجال ما عنده رحمه كذا. ما غدر كذا على طول ما أدري. والله انك فظيع دكتور لا فظيع. انتم يعني ما شاء الله هذا بالي كثير، لكن انا انظر للنسبه. انا بالنسبه طلع لي شوف ما قاعد هي يسوي وورث ترى. 10%، اقل منها ما هي وورث. انا كنت ترى بزيد، كنت اقول 30%. صارت ستريت فايتر بالنسبه لي. لا صار الموضوع هذا صار جدا طيب. فبالعكس تبي تدخلون معنا الحين بنبيعكم. بس ترى المارجنز عالية ترى بسبب ترى الكوست ما قاعد يسوون كوست. كوست فاكر الكاك بينزل حقهم نعم. بعد الحلقه، نعم. لان الحلقه بيشوفونها ناس كثير بيشترون منهم ان شاء الله ناس كثير. او العكس يقولون هالمستثمر اللي استحوذ على كل شيء ومدري ايش ما اخذ شيء. ايات الوالده. حيا الله ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايش شلونكم؟ سويتي فينا انت؟ ترى صارت دوشه. تهاوشوا والجماعه. أنا بوجودي وياكم هذه إنجاز عود، وأنا أتشرف أن أكون معاكم. شرف لنا الله يسلمك. شرف لنا. الرسيب بكبرها جت. لا بس وما أبي أخسر أي حد فيكم. اقنعيه وجودكم أربعتكم أنا أبي هذه الخبرة اللي عندكم. يعني اللي انا سمعته لو نترجم الكلام ان هي تصر ان كلنا ندخل مع بعض. 5 لا بنزيد النسبه كذا. لا 25. لا عندكم فكره بنعطيكم زياده. ليش لا تعطيهم لا نعطيكم زياده، نعطيهم زياده وناخذ زياده. لا خليهم. لا شوف أنا نعطيكم نفس. يعني انا بالنسبه لي هالامور صعبه. تقولين لنا رايكم؟ اول شيء بس حبيت اشكركم كلكم، ما قصرتوا. انتوا اللي مشكور. وإحنا شرف لنا يعني ان انتم تكونون كلكم طقيتوا الباز. فاحنا ان شاء الله بنروح مع اوفر سعاده الوزير والدكتور خالد. زين مبروكين عيد. نعتذر لكم وما قصرتوا ويعطيكم العافيه جميعا. مبروكين. مبروك. الف مبروك. ما قصرتوا. تشرفنا. لكن فظيع القصه صراحه. فظيع القصه ان يد واحده والله يدوم احنا هالمحبه. ترى جبنا لكم باب من بيت صدق من الوالدة. بيت الوالدة. لا ايه هو الباب بدل ما تيوم. قالت لنا خلوا بيت البيبان الوالدة. مفتوحه. قالت لنا ماريا يوم بدات. موفقين ان شاء الله. إن شاء الله. موفقين. ما قصرتوا مبروكين. وتشرفنا بمعرفتكم. الف مبروك. ان شاء الله حياكم الله. يلا مع باي السلامة. باي. مع السلامه. الله يحفظك مع السلامه. خطيره مريم. انا الحين عرفت اسلوب نواف، أي. اسلوب هجومي حربي. هذا طيب. يعني هو حبوا البامبر. كنت ابي اصيح من الفرحه. هذه من الفرحه ان انا اشوف التيم مالنا واحنا في خلال سنه واحده قدرنا نوصل. احنا وصولنا لبيبان، هذه انجاز. To be honest, we want to regulate يعني آچار، يعني like ketchup, barbecue. احنا نبي اللي ما ضاق هذه الآچار نبي نوصله حق كل مكان. آچارت كان أمام بابين، واختار منهم الباب اللي تشوف فيه مستقبله الجديد. ثاني مشاريع هذه الحلقة مشروع من مجال مميز، خلونا نتابع. السلام عليكم. أحلى مستثمرين. اهلا وسهلا. اسمي سهيل خوري، وأنا المدير التنفيذي والمؤسس لشركة سول آرتستس، وفنان في مجال الترفيه لأكثر من 15 سنة. وجنبي أقدم منافس في حياتي وأول صاحب عندي، أخوي زيد، وهو مدير العمليات لشركتنا. اليوم واقفين قدامكم لنجمع $800,000 مقابل 13.3% من شركتنا وشقانا. سول آرتستس عبارة عن منصة وتطبيق
لحجز واكتشاف أي فنان أو موسيقي في أي مدينة حول العالم بمجرد كام لمسة. طيب بدامكم موجودين عزفوا لنا موسيقى بيبان. تعرفونها؟ جرب جرب. عظيم. زين ما شاء الله. تخيلوا عالم وين في أفراد أكتر تعمل معيشتها من الشغف اللي بتحبه، بدل من تأدية الحياة وهي بتطارد الوقت ليدوروا على شغفهم ويلاقوه. وهون بيجي دور سول ارتستس مع فكرة لجمع كل الفنانين اللي في العالم العربي بمساحة ديجيتال متخصصة لاكتشافهم وحجزهم بطريقة شفافة وبسيطة وسهلة. للأسف قطاع الفنون من أكثر القطاعات المهملة في العالم العربي، مع أنه في فنانين في كل مكان حوالينا بالمستوى اللي موجود في الغرب وأحسن. مرات عندك المكتشفين بياخذوا الحصة الكبيرة وبيسيبوا للفنانين البواقي، ومرات الفنان ما بيجي على الفعالية، ومرات الزبون ما بيدفع للفنان. كل هذا بيصير في عالم ما في شفافية. هون سول ارتستس عم بتقدم منصة اللي هي تعطي الشفافية هاي بسوق مفتوح وشفاف الأول من نوعه في العالم العربي. أخيراً صار سهل معرفة سعر لعبة كمان لعرس أو أوركسترا عملاقة لشركة أو حتى أفراد الأفنجرز لعيد ميلاد طفل. اليوم سول ارتستس أكبر منصة لحجز الفنانين والموسيقيين في العالم العربي. الشركة دفعت فوق $2 للفنانين والموسيقيين مقابل شغل نحن قدمنا لهم إياه. حالياً حجم السوق أو الماركت سايز في العالم ما يقارب 200 مليار سنوياً، في GCC والمينا ما يقارب 5 مليار سنوياً مع 3% انكريس سنة على سنة. نحن البزنس موديل تبعنا بسيط، ناخذ 15% على كل الحجوزات اللي بتتم عن طريق التطبيق والمنصة، وفي عنا ساس موديل للفنانين اللي بمنحهم فرصة أعلى إنهم يحصلوا على شغل وجيكس. زين بسألك سؤال، فأنتوا تنافسون الوكلاء صح؟ الايجنتس. The traditional agents. The traditional نعم. agents. أوكي. نعم. يعطيكم العافية. أبو عبد الله ايش رايك في البزنس موديل؟ يقول لك أكبر peer to peer market في العالم العربي. نعم. ما شاء الله. It's very nice. طيب أنتم متى بديتوا؟ 2017. اوكي، والحين كم عازف او ميوزيشنز موجود عندكم في المنصه؟ الحين عندنا 5000 واحد curated platform، وعندنا تقريبا فوق 3000 in pending. فنحن we do a quality assurance test على كل فنان بفوت عنا، we background check them على اساس مش اي حد مثلا يبعث فيديو هو تيك توك وهيك وخلص يفوت، لا، كل واحد is curated، كل واحد is background checked to be a professional، وكل واحد is sellable. انتوا عادة اللي يطلب من عندكم هل هي مطاعم ولا هي بيوت ولا هي يعني حفل زواج الى اخره؟ ممكن سي 65% من الكلاينتس تبعنا بي تو بي، اللي هو بيشمل هوتيلز، ريستورانتس، جوفرمنت، وعندنا الباقي هو بي تو سي اللي هو بيكون اعراس، اعياد ميلاد، حفلة تخرج. بس اعتقد ما هي بس موسيقى ابو يوسف، الفنانين بشكل عام، ساحر والله ما فهمت. يعني هذه حقة النار اللي شفناها اللي خوفتنا كلنا، هذه بشكل عام. So anything that falls under the performing arts category نحن بنضمن، وهذا بيشمل كل شيء من musicians لدانسرز لسيركس شوز لسبيشالتي اكتس كوميديانز بريزنترز. زين جماعة تبون نرخص الجماعة؟ اخاف انا ترى بيقعدون هم بيطولون. يعطيكم العافية. خلنا نرجع
اي بس ليش يعني مثلا ابو عبد الله ما يتصل في الفنان مباشره؟ الحين هو شافه على المنيو. ممكن يتصل، بس هو السعر حيكون اغلى. وفي شيء ثاني، وثاني شيء اللي هو السكيورتي، أي. الفلوس تبعته از ان اسكرو في اي حاله. الفنان الفلوس تكون عندكم انتم بالضبط. اذا ما حضر هو الحفل، صحيح صح؟ اذا طلع ديفا بالغلط هذا مهم. لو طلع لو طلع ديفا اي نعم، او في حاله لا سمح الله حصل له اي شيء، عنده بلاتفورم ذات مباشره ممكن يلاقي ريبليسمنت اللي هو في نفس المستوى او احسن. اوكي منطقي. انا خايف لما يتكلم خلص شوفوا اللي ساكت الرجال، خليه يقول اللي عندنا. زين الحين عاد جهزوا روحكم، جاهزين؟ بسم الله. حياك اول شيء يعطيكم العافيه الله يعافيك. نروح البيت ولا كيف؟ ترى شارب اسبريسو هو مصحصح لك. نعم. كم انتم الان متوقعين تسوون السنه هذه؟ تقول 1.5 مليون بتقفلون صح؟ بس انتم نص السنه ما سويتوا الا 425 سوفار ولا نحن اب تو ديت يعني يير تو ديت نحن نص مليون حاليا. طيب نص مليون بتجيب مليون بشهرين كيف؟ ايه هلا نحن عندنا كوارتر 4 معظم الايرادات بتيجي في كيو 4. يعني نحن عندنا كريسماس نيو ييرز ايف از ذا بيجست ايفنت فهو الموسم في نهايه. فنحن الحين عشان زي ما انتم عارفين شغالين في الموسم هني في الامارات، ونفس الشيء موجود في كل الخليج. الصيف you see the dip. كل الفنانين on New Year's Day السعر تبعهم is 3 to 4x. يعني الافرج اوردر فاليو ضرب 4 بيصير. خلينا نرجع للارقام. تمام. الجولات اول مستثمر معكم دخل، انا شفت من الاوراق انه اخذ 30% بمبلغ زهيد يعني، صح ولا لا؟ مزبوط. ليش سويتوا كذا انتم؟ ليش اعطيتوا كنا نسبة كبيرة بمبلغ قليل؟ هلا في الاول يعني انت عارف كنا نشتغل لسه جايين جديد على دبي، وكانت يعني مقدرتنا على قدنا فكرة. لكن لو رجعتكم ورا وقلت لكم يمكن بتغيرون راي ما تعطون. لو الحين رجعتنا ورا صحيح. درس مهم لرواد الاعمال انك انت ما تعطي نسبة من ملكيتك بمبلغ زهيد بالبداية، لأنك بس طال عمرك أنا بس اللي أبي أبينه حتى للجمهور إنه هو دخل ب165,000 واليوم حسب هذا التقييم يكون له 1,800,000 بالضبط. أنتم الآن تقريبا تملكون 50% قبل الجولة هذه، بعد الجولة هذه بتملكون يعني 44%، يعني بتفقدون البزنس. يعني انتم الان اللي يجيكم مستثمرين ولا يمكن تصيرون موظفين عندي، ما بتصيرون يعني ملاك تتحكمون في شركتكم. انا بسالهم انتم اليوم 2021 كان مليونين، وش تغير خلى 3 أضعاف التقييم صار 6 مليون اللي هو الان؟ ليش تغير فيه؟ والله شوف نحن قبل سنتين اخذنا الشركه وعملنا لها اكسترنال فالويشن. هذا واحد يعني قيموا الشركه في 2 ويز، عملوا ديسكاونتد كاش فلو وعملوا ملتبلاير 5x. يعني شوف نحن الاكسترنال فالويشن كان بيست على نحن تو هيت $1 مليون. نحن السنه الماضيه we were close to 1 مليون، تقريبا $900,000 we hit. فوي بليف مع هاي السنه راح نوصل هذا المبلغ. انت شوف انت ماركت بليس، فالماركت بليس فالويشن انت الجي ام في 1 مليون، الفالويشن اللي يعطيها الماركت بيست على الجي ام في 1 to 2 ماكسيمم. يعني ال 2 هذا اكستريم زي اللي صار مع جاهز او غيره، لكن التراديشن 1 يعني انت على الجي ام في فالويشن قيمتك 1 مليون. فلذلك يعني اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله جهود مبارك. شكرا دكتور. شكرا. والله فاجأني اي والله كأنه غير رأي. يعني حسينا احنا بالبدايه انه هو بيدخل، لكن نسمع اذا تسمحون من بوليث. اولا انا عجبتني الفكره في الواقع، وكون المؤسس هو سمي اسمه سهيل اكيد بيكون أكيد زين. مشروع ماي من الزين. لا بس في الواقع انا عجبتني الفكره، وهم في مرحله متقدمه نحن ما ندخل فيها في الواقع، فانا للاسف انسحب، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ربي يوفقكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله فرصه. اول شيء القط. لا اول شيء فعلا شوف الجابز ذير، وانتم حطيتوا يدكم على الجرح which is very good. تحفظي وين؟ انتم بالاخير اجريجيتر صح؟ اوكي انتم صحيح عندكم الكلاينت بيس وموجود وقطعتوا شوط لكن لسه انتم 6 سنوات ومحصورين لسه، ما توسعتوا بالطريقه، وخاصه اجريجيتر سريع، انتم سهلين، انتم 3 موظفين. الماركت يو كان تابن فيري كويكلي، مو بشرط فيزيكلي، يعني في
tens of ways انك you can progress fast. انا واجهت مشكله شخصيه، عندنا ايفنتس في اكثر محل في الاي او ولا نبغى ميوزيشنز، نبغى something، نتعب ريفيرالز، دول مين ما كان في بلاتفورم. فالبلاتفورم هذا I will use your platform for the next event ان شاء الله. لكن from investment point of view افضل يعني ما اشوفها مناسبه بالنسبه هذه في المرحله هذه، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. واضح. اليوم سمعنا احنا 3 مستثمرين. خلوني انا اقترح عليكم شيء. منصه بيبان تسمح ان احنا نعرض هذه الاستثمار على آلاف الآلاف، قد يكون منهم حتى الفنانين اللي انتم اللي تتعاملون معاهم. اذا كل واحد من ال5000 دخل $100، هذه $500,000 اللي طالبها. وانا اتوقع ان شاء الله انه الله يوفقكم، وبالعكس تخدمون زباين زي ابو عبد الله، بس تعطونه ضعف السعر اذا الله يوفقكم ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. انا ابو نواف توقعتك تكبس ما ينفهم لكم الصراحه. انا توقعت انتم كلكم، قلت انا الحين بتقوم الحرب. انا انتظره انا قاعد ساكت. الموضوع نادى الظاهر بس. سبحان لا الله. لا احنا نعرف بس اذا جاء، هو لو دخل كان والله المستثمرين كان عندهم برضه تعليق انه الريت اوف جروث ما كان في المستوى المطلوب. طبعا بحترم كل ارائهم، وبالعكس النصائح اللي اعطونا اياها رح ناخذها معنا. طموحنا نكون اكبر مورد فنانين في العالم العربي وفي العالم كله. فطموحنا انه نكبر في البلاد العربيه وفي الوطن العربي وثم اوروبا وما بعد. شفنا شلون ان قرار الاستثمار شيء دقيق، وان ضغطة الزر يسبقها الكثير. بإمكانك الاستثمار في هذا المشروع عبر منصة بيبان للتمويل الجماعي. مشروعنا القادم من مجال وقطاع مختلف. نتابع العرض ونشوف شنو اللي راح يواجهه. السلام عليكم، أنا علي مجدي فاوندر اوف سيفو، وجاي أعرض عليكم فرصة استثمارية بقيمة $1 مليون في سيفو بحصة 14.3% من قيمة الشركة. مين فينا ما بيروحش البحر عشان يستمتع بالمية والأجهزة اللي موجودة هناك زي الجيت سكي؟ لكن واحد من مشاكل الجيت سكي إنها بتستعمل بنزين الملوث للبيئة وبتضر الشعب المرجانية اللي موجودة تحت البحر. والشعب المرجانية مش مجرد منظر جمالي أو منظر سياحي، لكن هي أساس الثروة السمكية. عشان كده إحنا طورنا سيفو أوركا. سيفو أوركا هي إلكتريك بيرسونال ووتر كرافت، ممكن تجلايد على فوق سطح المية بسرعة حتى 21 كيلو متر، وتقدر إنك تستعملها as much as you want لمدة ساعة فوق المية ب 60 دقيقة من معدل الشحن باستعمال البطاريات القابلة لإعادة الشحن. وحتى كمان ممكن تستعملها في عمليات الغطس لحد 30% تحت المية زي الدولفين بالظبط. هل سيفو شركة متخصصة في الانترتينمنت أو في القطاع بمصممة منتج واحد بس؟ قطعاً لأ. وده يجي لنا للديفايس التاني اللي هو سي ووتش. سي ووتش هي مارين درون ديفلوبد جوه سيفو، مركبه بحريه ذاتيه القياده بتقدر تعمل مهمات مختلفه. وواحد من الابلكيشنز اللي احنا طورناها بيها هي عمليات الانقاذ. طورنا سوار ذكي بتقدر ان انت بتلبسه بيقيس معدلاتك الحيويه، نسبه الاكسجين، ولو لا قدر الله حصلت اي مشكله وقت ما انت بتسبح بتبعت للفليت مانجمنت سيستم سيجنال نوتيفيكيشن عشان تقدر تنبه ان في حاله غرق. وفي نفس الوقت اول ما بتكونفيرم اوتونومسلي المارين درون بتقدر توصل له مكان ما هو موجود في اسرع من فرق الانقاذ اللي موجوده. عشان كده احنا بنعرض عليكم فرصه استثماريه ب$1 مليون في حصه حوالي 14.3% من قيمه الشركه، عشان نقدر ان احنا نكوربريت اكتر من 30 بزنس في الريكريشنال اكتيفيتيز يوزنج الديفايسز بتاعتنا، وفي نفس الوقت ان احنا نديبلوي مور اوتونوموس برودكتس زي سيفو. شكرا لك، يعطيك العافيه. شيء روعه. زين، ايراداتكم من وين تحصلونها؟ هل هو من بيع الاجهزه؟ في الحديث عن الاجهزه ابو يوسف، ايش رايك نشوف الاجهزه؟ اي يلا نلقي عليها نظره. يلا اسمح لنا. عندك بعدين الشيء الثاني بالنسبه حق الكومبيتيتورز، في واحده اسمها سي بوب. يس similar competitors. اللي بيميزنا احنا بنطور الالكتريك جيت سيستمز اللي موجوده جوه المنتج نفسه. فالالكتريك جيت سيستم ده مور باور افيشنت عن اللي موجود في سي بوب. فور اكزامبل طوله حوالي 90 سم في عرض 50 سم ووزنه 45 كيلو. الوزن بتاعنا 15 كيلو. same power efficiency. هذا بروتوتايب ولا اكشوال؟ This is the actual one بس without the batteries.
زين وهذه ذا سيم، ده الاوتونوموس فيرجن منه. أي. احنا حاليا بنشتغل بباتريز حوالي 1 كيلو وات من الباور المختلف من البطاريات اللي موجوده في الديفايس ده، تقدر تشغله في الاوتونوموس فيرجن من غير ديفايس عليه اب تو 8 ساعات. جود. زين فرق السعر المنتج اللي موجود في السوق اسعارهم بتبتدي من $9,000 لحد $17,000 بالنسبه لبيع الاجهزه. الديفايسز بتاعتنا من حوالي 7,000 ل $9,000 اللي هم هذول. بالظبط هو ده. احنا برضو عندنا اختلاف في حاجه كمان، هي البيزنس موديل. احنا فعلا عندنا بيع، بنقدم الجهاز للبيع، لكن احنا بنقدم 2 different بزنس موديل. اول حاجه ان هو ديفايس او برودكت از سيرفيس، من خلال السوفت وير بنأدي له سوفت وير برودكت بيقدر ينتجريت عليه الديفايس بتاعنا، او حتى لو حب انه يجيب اجهزه منافسه ينتجريت الاي او تي ديفايسز عليها ويدخله في عمليات الايجار. فاحنا بناخد سبسكريبشنز من خلال استعماله للسوفت وير، بناخد برسنتج من عمليات الايجار المختلفه اللي بتحصل من اليونيفرسال موبايل اب عشان نقدر نخليها مور اكسسبل. زين فمعناته فانتم تاجرون عليه هذه؟ بنأجر ده، بس بنأجره للبزنسز مش بنأجره للاندفيدوالز. هذا كله الحين انجينيرد ان هاوس ومانيفاكتشرد. المانيفاكتشرنج فيز اول فيز عندنا كانت مانيفاكتشرد ان هاوس از ويل، مش جوه الاوفيس لكن من ثرو بارتنرز لوكال بارتنرز ان ايجيبت. however now احنا وي بارتنر مع a third party company in Hong Kong to mass produce under our supervision. علي كم عمرك ما شاء الله؟ 30. مش باين. مش باين. احلى ناس من الاوركا. انت الحين ليش دخلت في اكثر من مجال؟ يعني نموذج العمل بالنسبه لكم، الايرادات ايش مصدرها اكثر؟ طيب احنا ايراداتنا حاليا من بيع الديفايس نفسه. طيب ليش تعب نفسك تدخل مجال ثاني؟ انا ما بخشش في الايجار، بس انا بقى عندي اكسسبيليتي. هي في جزء في الاكسسبيليتي. نعم. الشركات او الريسورس مش بتشتري ديفايس واحد، مش صحيح. بيشتري ب 7000، بيشتري تيبيكلي ما بين ال5 ل10 اجهزه. فده بالنسبه له انيشال انفستمنت ريليتيفلي عالي، فانا بديله الترناتيف. تاجر بكم؟ باجر في فلات في $1000 في الشهر و10% من العائدات. طيب الايرادات اللي تجيك النسبه بين المبيعات والسولوشن هذه احنا المبيعات احنا خدنا بري اوردرز. احنا حاليا بنوبتين السي اي ماركينج اللي هي علامه الجوده الاتحاد الاوروبي، ان احنا نقدر نبيع المنتج وورلد وايد. فانت ما بعت لحد الان اجهزه؟ بعت بس ما سلمتش. بعت بس ما سلمت. بري اوردرز. ما زلنا في مرحله التطوير يعني. لا مش تطوير، سيرتيفيكيشنز الاعتمادات. احنا عندنا مثلا في مصر مثلا احنا وي جت مور ذان 300 بري اوردرز على الديفايسز دي. صنعتهم ولا لا البري اوردرز؟ صنعناهم، بس انا محتاج اسلمهم عشان اقدر اشحنهم وورلد وايد، محتاج الشهاده. الان لما تبي تعرف سيفو، الانترست صراحه مش البرودكت، انا انجينيرنج بيهايند ات، هذا اللي انا جذبني في الموضوع. ار وي مارين سوليوشن كومباني ولا سيلز فور اوركا؟ احنا مش شركه بتطور منتج، او احنا مش كانش عندنا منتج عملنا له شركه. احنا بنطور تكنولوجي، مارين سوليوشنز تكنولوجي، وكان البنتريشن للماركت بتاعنا ثرو ريكريشنال اكتيفيتيز. والتيم عندكم كم واحد انت في التيم؟ احنا عندنا 6 فول تايمرز، وعندنا بالبارت تايمرز مختلفين ما بين بارت تايمرز و بروجكت بيز. وال6 بيبل فول تايم هذول انجينيرز ولا سيلز؟ كوكتيل. اوكي. كوكتيل مسميات فظيعه. عزاها موكتيل. زين عندك راوندز اللي خلصتوها؟ يس. الفالويشن الاول متى كان؟ كان السنه اللي فاتت كان ب 2 مليون. وكم مستثمر دخل معك؟ عندي عمان تك فند وعندي انجل انفستر. بس ايش اللي خلاكم تروحوا من 2 مليون ل 7؟ في سببين. السبب الاولاني احنا عندنا بروميسنج بري اوردرز، احنا وي ستوب اكسبتنج مور بري اوردرز. هذه مشكله جميله انه واحد عنده بري اوردرز اكثر مما يقدر يلبيها. بالضبط. وانا مش قادر اكوميت الا لما اكون انا واثق 100% ان انا I got the right certification so I can deliver. ومتى تخلص موضوع السيرتيفيكيشن؟ by the end of this year يعني. البروسيس كان شهرين. ان شاء الله قريب. انا اخاف لما احد يقول ترى ان شاء الله قريب. زين واذا ما خلصتوا في شهرين؟ يعني هنامل ان احنا نخلصهم في الشهرين ان شاء الله. انا اخاف اقول شيء وبعدين يدخل علينا عرض ابو نواف، فعندك يعني ما تفضل طال عمرك انت. انا عارف انت كاتب عندك ملاحظات. انا دخلت اسالك في الاعداد. طيب كم في عندكم في مصر من زي هذا الجهاز حقيقي؟ We have zero. لا ما في منافسين يجيبون زي ذا؟ الانترناشونال كومبيتيتور سعره غالي ريلاتيفلي. اي انا ما متفق معك، ما عندي مشكله. فعشان كده لو هو جايبه بانيشال كوست عالي، هو ما بيجيبش ديفايس. خلينا نركز في موضوع ابو عبد الله. اكيد تفضل. موضوع ابو عبد الله دائما ايش موضوع ابو عبد الله دائما التقييم. انت طالب تقييم $7 مليون صح؟ الفالويشن السابق كان $2 مليون. متى كان؟ 22 خلال سنه. زين قولوا لنا عن الفالويشن. لا الفالويشن طبعا عالي بس بيجي مع العرض. بس انا انت يعني شو الميزه التنافسيه اللي عندك؟ اقنعني بس انه انا في مصر اقدر اصنع
ارخص من الصين. الصين بتصنع ب 9000 وانا بصنع ب 7000. انا مش بنافس بالمنتج بس، التكنولوجي اللي موجوده مخليه ان الكوست اوف جودز بتاعه المنتج بتاعنا اقل من المنتج اللي موجود. هاويفر حتى المنافسين سعرهم بيبيعوا ب 9000 وب 17000، بس ده مش معناه ان الكوست اوف جودز بتاعتهم قليله. بس هذا زر طال عمرك. اي والله ما شاء الله عليك انت. نبغى نسمع الحين ايش. اتمنى لك التوفيق، لكن اشرح البزنس هذا. اول شيء ما اقنعتني ان في ميزه تنافسيه عن المنافسين، وثاني شيء بزنس انا ما افهم فيه كثير، يمكن تعلمت منك شيء كثير، فلذلك اتمنى لك التوفيق واترك الفرصه للزملاء. شكرا. وليث، انا خارج مجالي اولا، بما انه فيه عامل هاردوير بالنسبه لنا هذا يعني ما نستثمر فيها. بهرتنا اليوم فعلا، اشوف التقييم مرتفع ايضا. يعطيك العافيه علي. صراحه I think in our region في منطقتنا we lack such high tech companies اللي we can start it. يعني في عرض يا ابو عبد الله ما شاء الله. يلا يبغى الزر شوي. والسكترز انا من هنا. I'm coming from الاويل اند جاز سيكتور، وانا I know ان في الاوف شور والسبمارين في a lot of needed services. شوف انا I will go with $150,000 for 8% matching the last investment اللي صارت من راوند اللي هو مليونين. اللي هو على valuation مليونين. $150,000 for 8%. I will help you work with you in the oil and gas sector to develop some solutions for some existing problems. شكرا لحضرتك. ترى علي تقدر تعطي كاونتر اوفر. خلنا نسمع منك. اذكر الله يا اخي. ما اعطى اوفر. ما هو يا اخي، خلنا فريق واحد يا ابن الحلال، خلنا فريق واحد. كاونتر اوفر احسن لك، لا تضيع بس لا تضيع وقتك. يمكن ابو عبد الله كاونتر اوفر في اكسبت ولا انت كسبت. نبي يسحب بالعرض وبعدين سالم مجرب. Would you go to 4%؟ لا خلينا يا علي على كذا، وخذ ال 150 نجيب ال 300 حبه ذي ونبيع وناخذ الريفينيو ونشتغل على هذا وحبه حبه. ترى على فكره علي نوت باد اوفر. ترى اشوف نوت باد اوفر. خلينا بس ابو عبد الله. نوت باد اوفر. انا نوت باد اوفر. يعني شوف هذه انت لما تجيب الاجهزه تحتاج كاش. بس لاحظ ما قال لك هذا عرض رهيب ممتاز، قال لك نوت باد اوفر. علي رايك؟ هل ممكن نجو فور بدل ال 4% ممكن نقبل بال 5%؟ 8% 150. طيب اوكي 6%. طيب 8% 150. انا تبغى رايي؟ شارك اخوي ابن نواف، اقول نوت باد اوفر، ازيد عليه، اتس ا جود اوفر. توكل على الله يا علي بس. يلا خلاص توكلنا على الله. مبروك. ممتاز. ان شاء الله. الف مبروك. لا في الانجينيرنج صراحه دخلت في قلبي على طول والله. لكن ابو عبد الله عاد ما وصيك، ترى حبه وحبه والفريق اللي موجودين ترى كلهم لك بدوره بس. لك بدوره. لا بس مبروكين، الف مبروك. شكرا لكم. مشكورين. توفيق ان شاء الله. توفيق. يا معلم ما تسبها خلاص ما بتاعتك دلوقتي. الله يسلمك. حياك الله. شكرا. والله ما توقعت. الحمد لله. طيب ساعدنا. مبروك. مش احنا لك نصيب يا دكتور، لك نصيب. المستثمرين كانوا نسبيا الاندستري دي الى حد ما جديده على اغلب المستثمرين اللي كانوا موجودين، فكان بالنسبه لي كان تحدي ان انا اوريهم الفرصه اللي كانت موجوده في القطاع ده وفي الاندستري دي. السنوات الجايه ان شاء الله نعتقد ان احنا بنامل ان احنا ان شاء الله هنوصل للماس برودكشن، او ان احنا نكون وصلنا المنتجات بتاعتنا كمان للاسواق، وكمان نكون وصلنا كمان للدرون بتاعتنا تكون موجوده في البحر دلوقتي. علي قدر يكسب خطوة مهمة لمشروعه. نتابع مع بعض المشروع القادم. مشروع يحمل فكرة تقنية ممكن انها تجذب منصة المستثمرين وممكن لا. نتابع مع بعض. السلام عليكم. أنا محمد أبو الغيط، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة تيكي ماتر، والنهارده جاي أطلب استثمار بقيمة $320,000 مقابل 8% من حصة الشركة. توظيف وإدارة شؤون التقنيين هو كابوس لأي حد شغال في الصناعة، سواء رائد أعمال أو مدير موارد بشرية أو حتى الشركات اللي حضراتكم استثمرتوا فيها، إلا إن الحلول اللي في السوق هي غير مجدية وغير مخصصة لحاجة زي كده، وعشان كده إحنا بدأنا تيكي ماتر.
تيكي ماتر هي منصه شامله بتساعد رواد الاعمال والشركات الناشئه ومدير الموارد البشريه ان هم يقدروا يعملوا توظيف للتقنيين ويعملوا لهم تقييم ويعملوا لهم اختبارات ويعملوا لهم كمان اداره لشؤون الامبلويمنت كونتراكت، كل ده على منصه واحده. فاحنا عندنا 4 منتجات، ممكن تختار منتج واحد منهم لغرض معين او تاخد ال4 في نفس الرول اللي انت عايز تعين فيه. من ساعه ما بدانا من يونيو 2020 واحنا مرينا بتجارب مختلفه خلتنا نفهم الماركت اكتر وخلتنا نطور المنتج بتاعنا، وقدرنا نغير البرايسنج بلانز بتاعتنا من العمله المحليه للعمله الدوليه، فقدرنا نحقق اكتر من 250 الف دولار في ريفينيوز، وقدرنا نوفر اكتر من 50% من وقت ومجهود العملاء بتوعنا اللي استخدمونا. وحاليا احنا عندنا الشركه الام هي في امريكا مستحوذه على شركه في السعوديه اوبريتنج كومباني وغيرها في مصر، ده غير ان احنا قدرنا نوصل بالجروس بروفيت مارجن بتاعنا 75% ونخدم على اكتر من 1000 تالنت. 1000 تالنت بمعنى ان هم سواء اتعينوا او حصل لهم تقييم او انترفيو او حتى اونبوردنج، وده جزء من العملاء بتوعنا اكروس كذا دوله. احنا بنطلب 320 الف دولار مقابل 8% من حصه الشركه عشان تتصرف على النمو وتتصرف على العمليات وتتصرف كمان على تطوير المنتج بتاعنا، وده هيخلينا في الفتره اللي جايه ان احنا نتمكن ان احنا نوصل لاكبر عدد من العملاء في الجي سي سي عن طريق ان احنا نركز في التكنيكال ديفلوبمنت للبرودكت بتاعنا والماركت اكسبانشن، ان احنا نبيلد بزنس ديفلوبمنت فورس في الدول اللي هنتوسع فيها، وفي نفس الوقت نقدر نشتغل على السيلز وتحسين اليونت ايكونومكس. شكرا لك. انت الحين في شركه تقنيه وفي توظيف التقنيين، ليش اخترت تسوي عرض غير تقني بدائي جدا؟ ده سؤال حلو. احنا بالنسبه لنا عشان المنتج مليان خصائص كتيره فقلنا احنا هنركز بس على الافكار الرئيسيه اللي عايزين نوضحها، ولكن هو المنتج احنا عاملين عليه فيديو ممكن نجربه او حتى ممكن حضراتكم في التابلت، بس بالنسبه لنا علشان نوضح الافكار دي كلها حبينا نركز عليها في السلايدز مش اكتر. على قد less is more. انا ما فهمت شو تسوون. ما فهمت. دلوقتي الامبلوير او الاتش ار مانجر او السي او بيستخدم المنصه بتاعتنا علشان عنده 4 منتجات بتحل له مشكله، سواء منتج توظيف التقنيين وده بنعمله بطريقه مختلفه. احنا متاكدين ان انت لو عايز تعين تقني هي اتس نوت اني مور تو بوست على السوشيال ميديا وتستنى التالنت يقدم، او لو انت اوريدي عندك موظفين وعايز تختبرهم تعمل لهم تقييم احنا بنساعدك في الاسسمنت. او المنتج الثالث بتاعنا اللي هو الاكسبرت انترفيو، الحمد لله عندنا اكسبرت شغالين في شركات كبيره منهم اس تي سي اي بي ام وامازون. والمنتج الرابع والاخير هو الاونبوردنج، ان انت لو عندك شركه عندها مثلا 3 ديفلوبرز في الاردن، 1 في مصر، 2 في تونس، فمش محتاج تعمل امبلويمنت كونتراكت مع كل دول وانت شركتك في السعوديه او في البحرين او في غيره، او تبروسس البايرول او تفكر في التاكس والانشورنس، تتعامل بس مع تيكي ماتر وهي بتمانج كل الكلام ده. انتوا اللي توظفونهم يعني، انتوا اللي بالظبط انت بتتعامل بس مع تيكي ماتر، هما بيتعاملوا معنا احنا. لما تقول تقنيين قصدك اي تي؟ تقنيين يعني اي حد شغال في السوفت وير او الهاردوير. في الويب سايت بتاعنا الرولز اللي احنا بنعينها ديزاين، برودكت، ديفلوبمنت، داتا، اي او تي، ممكن حتى اي تي مانجر، مانجيريال ليفل، او حتى ناس اكسكيوتورز. طيب وكس البزنس موديل، انت شركه تبغى واحد وظفته، كم تسوي منها فلوس انت؟ يعني البزنس موديل تسوي فلوس كم من الشخص اللي وظفته؟ سؤال حلو قوي. اللي احنا بدأنا بس في 23. قبل كده احنا في السنتين اللي فاتوا بدأنا بمنتج واحد بس. البزنس موديل بتاعنا هنا فيري سوليد، ده اللي طورناه. ريكروتمنت اتس كوميشن بيزد بزنس موديل. الاونبوردنج اتس ريكيرنج، اتس سبسكريبشن، هو بيدفع كل شهر فيز مع السالري عشان نقدر نمانج البروسيس الثانيه. والاسسمنت والاكسبرت انترفيو احنا بنسميها باي از يو جو، انا بشتري مثلا 3 تيستس عشان استخدمهم مع 3 كانديدز. محمد طيب ليش انا اشوف النمو في يعني في الريفينيو قليل، يعني 50,000 60,000 70,000 ليش؟ لان احنا في الاول يوم ما بدانا كان البرايسنج بتاعنا بعمله محليه، وفي نفس الوقت كان الموديل بتاعنا ما كانش ماتيور ان احنا فهمنا الاحتياج. فبالنسبه لنا احنا ما ابتدينا نعدل البيزنس موديل ونحسن ارقامنا السنه دي الحمد لله لقينا نمو مقارنه بالسنين اللي فاتت. طيب قل لي كم عينت انت ب 21 كعدد؟ حلو، احنا ما جيت وضحت نمو اكثر لك. في الهايرد عيننا تقريبا 245، في الاسيسد 700 وشويه، في الانترفيود 55، في الاونبورد 5. طيب محمد انتم الان كم موظف؟ احنا حاليا في التيم 9، ده الفول تايم، في 3 يعني بارت تايم معانا. ال9 هم كلهم بيزد في مصر، لان احنا بنحاول لما جينا اسسنا في السعوديه السنه دي علشان نتوسع من ناحيه السيلز. اول ما نتوسع من ناحيه السيلز ممكن ننقل التيم او نعين هناك. عايز اوضح نقطه مهمه، انا وماي بارتنر هو معانا في الباك ستيج، احنا الاثنين يعني اكس فاوندرز
it's not our first time to build a company. We went through a lot واحنا الاثنين يعني باك جراوند انجينيرنج. برجع لسؤالي، انت واليان كل شغال بمصر، كم تكاليفكم؟ بعدين زميلك معك علي زميلي معي. ليش مخبيه طيب ورا؟ ليه ما يجي؟ طب ماشي نستاذن نجيب اذا ودك يلا. طيب على ما بالي يجي. اوكي. كم التكاليف الشهريه؟ احنا حاليا التكاليف بتاعتنا بنصرف تقريبا $8,000 $7,500 يعني 7.5 $8,000. وانت الدخل الحالي كله جاي من مصر ولا في من السعوديه؟ لا 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 لا، احنا عندنا حتى على الويب سايت عملاء من امريكا، احنا يعني ساعدنا شركات في اكثر من 13 دوله. بس الدخل بسيط يا محمد، يعني $70,000 من هو لا، انا عايز اوضح نقطه. دي نقطه، الرقم ده للاسف هو يعني كان في فتره زمنيه معينه من السنه عشان نقدر نقدم. اي صح هو نص سنه. بالضبط. كم تتوقع السنه هذه ريفينيو وكم تقفل خساره 2023؟ السنه دي 120. السنه دي 115 120 حاجه 120. وتتوقع لو قفلت 120 بتقفل بخساره ولا بريك ايفن ولا ربح ولا؟ لا، السنه دي هقفل بخساره للسببين مهمين. احنا السنه دي توسعنا جدا في يعني عملنا شركه وكان في ليجل وحاجات زي كده، فتوتال البوتوم يعني التوب لاين والبوتوم لاين فيهم مصاريف لطيفه. والحاجه الثانيه ان احنا كنا بنكسباند في البرودكت فصرفنا كتير على التكنيكال. السنه الجايه بالنسبه لنا هي اجريسيف سيلز، عايزين ذاتس واي يعني احنا موجودين في الشغل. طيب ال 120 اخر سؤال قبل ما اعطي ال 120 كم منها جاي من السعوديه من مصر؟ نصها؟ لا 90% اقل من النص. 30%؟ اقل من 50% بحبه حلوه. تمام. ياك الشريك. ايش الباك جراوند حقتك يا عمر ولا؟ عمرو اخر رول لي كان سينيور برودكت مانجر في اكبر شركه توظيف في مصر، واكشلي كان من ضمن الناس اللي استخدمت ماي بريفيوس ستارت اب. فساعتها ما فكرت في تاكي ماتر كان اول حد خلاص ساب كل حاجه سحبت هناك وياك. يعني تقريبا صاحب شركه توظيف متضايق ان انا اخذته منه يعني حاجه لا زين سويت. عمرو وش تسوي انت في الشركه؟ وش شغلك ولا؟ انا مسؤول عن البرودكت، انا السي بي او. يعني برسم الفيجن بتاعت البرودكت بتاعتنا، هنتحرك ازاي وهنمشي ازاي وايه البلان بتاعتنا، سواء في البيلدينج بلاتفورم نفسها عشان خاطر توصل ما بين الامبلويرز والجيش بتاعنا من التك فيريفايرز الفريلانسرز اللي بيشتغلوا علينا او التالنتس اللي بنعينهم. وفي نفس الوقت بنحاول نظبط الاوتوميشن بتاع البروسيس الانترنال اللي بتخلي الموضوع يحصل فيه سكيلينج ويكبر. كونفرزيشنال اي اي الباك جراوند. عفوا انت تكنولوجي كده؟ تكنولوجي باك جراوند. وكم موظف تحتك يشتغل؟ احنا حاليا عندي تيم من 5 ديفلوبرز وديزاينرز وناس ديزاينرز ساعات بارت تايم. الديفلوبرز هم بالظبط. زين سؤالي، انتوا اسستوا الشركه متى؟ احنا اسسنا الشركه في جون 2020 يعني بدأناها في جون 2020. طيب. مع اول مستثمر مين؟ 500. اوكي 500 ستارت ابس. وكم كان التقييم؟ ساعتها كانت 750. هذه 750 وبعدها فلات 6 لابس. زين والتقييم كان 1,250,000 او 1,200,000. 1,250,000. اللي بعدها هي هذه اللي بعديها اللي احنا فيها دي. اللي احنا فيها 4 مليون. يس. اشرح لنا ال4 مليون. احنا بالنسبه لنا التقييم كان مبني يعني احنا كل شغلنا حتى بناخده بطريقه ان احنا بنشوف الماركت. الصناعه بتاعتنا يعني معلومه بسيطه يمكن حتى في اخر سنه ونص هي اكوزيشن بيزد اندستري. يعني في شركه اسمها كارات استحوذت على شركه في ميونخ، في شركه اسمها زينك دي في المانيا استحوذت على شركه اسمها هاني بوت. فبالنسبه لنا اتس يعني الاندستري كنورم او كنمبرز اتس اكوزيشن بيزد. لا واضح هاو يعني good are you and what you are doing. اوكي لكن انا from investment point of view انا ما اشوف opportunity صراحه. انا ما ادري يمكن انا غلطان او شيء، بس it's a very niche area which is I know there is a يعني في hustle في الماركت. لكن انا for business point of view or investment point of view at this stage انا ما ادري كيف راح بطلع مدي او how I can guarantee my investment or how long it will take and where are you going. يعني بدون شك انه الجماعه ما شاء الله عليهم عندهم خبرة وعندهم قدرات والفكرة حلوة في الواقع، ولكن أنا ما اقتنعت أنه الآن وصلت 4 أضعاف في خلال سنة ونص. إذا أضغط هالزر هذا بيكون على نفس التقييم اللي فات، ما أشوف أنه في فرق في التقييم. طيب عندك عرض وضغط الزر؟ لا انتظرك انا احنا جايين عايزين ناخد الزر النهارده. عايزين نسمع زين. شوف أنا أدخل بمبلغ متواضع بستثمر 50,000 في نفس التقييم الأخير. التقييم الأخير اللي كان عندهم كان 1.25. 1.2 واضح. بس الكلام كلامكم الله يسلمك. اعطوك كاونتر. خلينا نسمع بعبد الله. لا بالعكس انا اتفق مع ابو ليث انه صح، بس اجين صح في مشكله في سوليوشن انتم يو كان بروفايد، بس ستيل انا ما اشوف ان ذي بتدخل الفلوس. ما ادري، فالله يوفقكم ان شاء الله. ما مقتنع.
دكتور خالد. انا صراحه يعني مع تقدير الوليد انا ما استثمر في الادتك، هذا مور اور ليس ادتك، يعني في تريننج وفيها اتش ار واتش ار تك. انا الباك جراوند تكنولوجي، عندي اي تي، فاللي يجون من التكنولوجي يعني عندهم يصير فيه نقص في المبيعات والفاينانس وريزنج ماني. انتم تحتاجون شيء مهم، تحتاجون شخص في المبيعات والفاينانس يساعدكم، ولا ما you will go nowhere. وتحتاجون تطلعون يعني برا مصر، عشان كده احنا هنا فعلا الامارات، تروحون بشيء. انا يمكن اعتذر اني استثمر معكم، لكن اتمنى لكم التوفيق يعني. طيب خلينا نسمع رايكم بالنسبه للعرض. طيب قبل ما تقرر بعطيك نصيحه عامه. شوف ترى الكاش اليومين صعب، فانت انا رايي لا يفوتك، خذ 50,000 على نفس التقييم. اشوه انت سمعت احسن من لا تضيع اسم النوت باد صلحها. زين طيب انت اليوم عندك عرض في يدك، تعطينا رايك بالنسبه للعرض. ممكن طب اتناقش انا وشريكي عمر في الموضوع؟ تفضل. شكرا جدا، خذوا راحتكم. هذا still في question mark، بس ما في مشكلة. they have a good solution but still rate of return شوية. زر واحد وباب واحد أمام تيكي ماتر. شنو راح يكون قرار محمد وعمر؟ يوكم يا جماعة. احنا تناقشنا وحابين طبعا تكون معانا عشان ده هيقدر يساعدنا في الفيجن بتاعتنا. بس يعني اور كاونتر اوفر الفالويشن يبقى اعلى من كده شويه. وي فاليو الكومباني اللي نقدر ننزل عليه يبقى 2.5 مليون، وحابين برضو تكون معانا في حاجه زي كده. لا انا اعتذر، هي ما اقدر اتحرك عن ال 1.2. رايكم بس اعطونا راي النهائي. احنا راينا ممكن 50,000 بس على فالويشن 2.5. أنا أعتذر وأتمنى لكم التوفيق، ربي يوفقكم إن شاء الله. ربي يوفقكم إن شاء الله. يلا بالتوفيق إن شاء الله. يعني مثل ما دائما نقول إحنا البرنامج برنامج بيبان الهدف منه فتح البيبان. عندنا إحنا منصة بيبان، جايز إن عن طريق منصة بيبان يمكن الواحد يقدر يطرح نفس العرض ويمكن يحصل الاستثمارات اللي يطمح بها. نتمنى لكم التوفيق. موفقين إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله محمد. بالتوفيق موفقين إن شاء الله. خيرها بغيرها على قول خيرها بغيرها. أنا أقول دائما لرواد الأعمال ما هو مهم التقييم، مهم الدايلوشن. أنت لو نقصت 10% بتملك نفس الملكية. وخذ فلوسك واستمر لما يجيك عرض ثاني. هو شايف ان يعني شايف ان مش طبيعي ان انا واخد استثمار من 2 تقريبا او اكتر يبقى نفس الفالويشن اللي اخده بعديها، فعشان كده احنا ما كناش موافقين على حاجه زي كده. تيكي ماتر في ال3 سنوات اللي جايين هتبقى هي المنصه الرائده في منطقه الجي سي سي والنورث افريكا يعني. فبالنسبه لنا حاجه زي كده احنا شايفين انها بتحل مشكله كبيره، فبالتالي بدل ما بيدور على حلول مختلفه او حلول متعبه، لا هي بالنسبه له تيكي ماتر هي الحل الامثل. الباب اللي انفتح ما كان بمقاس تطلعات محمد وعمر، لكن بالتأكيد الفرص ما توقف هني. Entrepreneurs need to have a lot of passion. We've heard a lot about passion, drive and energy that's required for them to develop and promote their identity and brand, but also the issue of positioning. It's very important that they understand their segment, their customer, their market very well in order to show an informative pitch as to why their company is a unique offering. It's all about creating a unique identity, creating a unique value proposition that will shed light on why you are different and why you as a company needs further support and investment to grow and develop. بإمكانك الاستثمار في مشاريع برنامج بيبان عبر منصة بيبان للتمويل الجماعي. في الحلقة القادمة من بيبان طالبين استثمار 530 525 2.5 مليون دولار. كم تنزلنا؟ مستعد تعيد النظر في التقييم؟ تقييم مجرد رقم. الحين أنا أرفع وهو يكبس. أنا صراحة احتريت. أنا أريدكم تفكروا معنا فيوتشر. احنا نحتاج إلى الخبرة. أنا معتمدة على الذيب. أنا طالع الزر والزر يطالع. يلا أبو ليث اضغط. يلا طيب شوف. أنا مع أريج.
ان اذا رائد الاعمال ما تلفت يمين ويسار وشاف منو اللي جايه من برا، معناته ما بيشوف الخطر قبل ما يوصل له، فما بيقدر انه يهيئ نفسه ويحضر لهذه العمليه. ف100% لازم يكون مطلع، لازم يتلفت، لازم يشوف الشرق شو تسوي، ايش يسوون، الغرب شو يسوون. نيفر ريجكت ماني. كيف نيفر ريجكت ماني؟ حتى لو مثلا احنا شاهدنا حلقه اليوم مثل بعض الاخوان يجيهم فلوس على فالويشن اقل، فنصيحتي انه تاخذ الفلوس يعني تقدر تزيد اذا كان المستثمر استراتيجيك ويفيدك، تقدر تعطيه مثلا ادفايزري ايكوتي، تقدر تعطيه من الايكوتي حقتك انت شخص كفاوندر، ما هو من الاوفر اول تعطيه اياه. فنيفر ريجكت ماني، اي شيء يجيك فلوس حاول تاخذ الفلوس اللي تجيك لا ترفضها، بطريقه او باخرى تدور لها مخرج.